قال الشيخ عبيد الجابري: لا يطعن في الشيخ ربيع إلا رجل منحرف ضال. ما يطعن في الشيخ ربيع إلا هذا. وأنا أقول ولو لم أسمع كلام الشيخ عبيد وطلع عليه: لا يطعن في الشيخ ربيع إلا ضال، لا يطعن في الشيخ الألباني إلا ضال، لا يطعن في الشيخ ابن باز إلا ضال، لا يطعن في الشيخ العثيمين إلا ضال، لا يطعن في هؤلاء إلا ضال. الشيخ ربيع، الشيخ الجامي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ أحمد النجمي، هؤلاء لا يطعن فيهم إلا ضال مضل. هؤلاء نظروا حياتهم للسنة والدفاع عن السنة والذب عنها والرد على أهل البدع والأهواء. حفظ الله الشيخ الفوزان وحفظ الله علماء المسلمين. هؤلاء يا أخواني والله لولاهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى لضاع كثير من شباب المسلمين. الحمد لله، سبحان الله. يأبى الله عز وجل إلى أن يتم نوره فيوجد هؤلاء العلماء، نسأل الله أن لا يخلي الأرض منهم. والله يا أخواني هؤلاء العلماء الكبار الذين الآن أشرفوا على 90 ومنهم من تجاوز 90، منهم من تجاوز 90 كبار علماءنا الآن، منهم من قارب ومنهم من تجاوز. عندنا الشيخ أكبر العلماء الموجودين الآن كالترتيب على ما أذكر، يعني قد تخن الذاكرة في بعضهم. الشيخ عبد الله بن منيع مواليد 49، ده حوالي 92 93 سنة الآن، ده أكبر واحد الآن. يليه الشيخ ربيع، ده 50. الشيخ ربيع يليه الشيخ الحيدان، أقصد يليه الشيخ الحيدان ده 50. يليه الشيخ ربيع 51. يليه الشيخ العباد 53. يليه الشيخ الفوزان 54. يليه الشيخ عبيد 57. دول كده. تاني الشيخ عبد الله بن منيع 49. الشيخ الحيدان 50. الشيخ ربيع 51. الشيخ عبد المحسن 53. الشيخ الفوزان 54. الشيخ عبيد 57. بهذا الترتيب، يعني كله 92 93 90 89 هكذا. 90 شوف 49 وانت الآن في 42، يبقى ده 50 سنة 51 سنة و42 سنة، يبقى 93 سنة 93 سنة 92 سنة 90 سنة 89 وهكذا 87. نسأل الله أن يطيل في أعمارهم على طاعته. أنا أقول هذه يا أخوان الأعمار ليه؟ لأن أنا أقول سبحان الله هؤلاء هم الميزان الآن، جعلهم الله عز وجل ميزانا اليوم. سبحان الله، جعلهم الله عز وجل ميزانا اليوم للسنة وكذا. وهؤلاء جميعا منهم من فقط 90 ومن قارب 90. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يحفظ بهم بيضة الإسلام، وأن يخلف على أمة الإسلام في من بعدهم من أهل العلم طلبة العلم من يقوم بهذه الدعوة المباركة خير قيام. لأن من نظر إلى الواقع خاف، من نظر إلى الواقع بعد هؤلاء يخاف. لكننا نعلم يقينا أن الله يحفظ دينه، أن الله يحفظ دينه. ولهذا يا إخواني لابد من الارتقاء فوق مستوى النزاعات الشخصية، ولابد أن تمسك بكتابك وأن تتبع الأصول وأن تمضي وراء المحكمات وأن تتربع القواعد والكليات وأن تلزم كتب السلف وألا تشذ عن العلماء. كل ذلك مع تربية، كل ذلك مع نسيان ذات،
كل ذلك مع احتساب وصبر، وإلا أقول لك الأمر صعب. اليوم احنا بنقول أفتى الشيخ الفوزان، أفتى الشيخ الحيدان، أفتى الشيخ ربيع، لكن غدا ماذا سنقول؟ نسأل الله عز وجل ألا يحرم المسلمين من مرجعية يرجع إليها الناس